طيب اخيرا لو عجوز الزمالك عرض عليك هتوافق؟ طبعا كان شرف كبير لاي لعيب في مصر ان يلبس التيشيرت الابيض ويبقى في نادي الزمالك. بس عبد الرحمن اهلاوي مش هيرضى. مين مهاب انا مواب في حاليا يعني انت تتمنى له ان هو يروح الزمالك ان شاء الله؟ اكيد يعني. وبعدين انا في لعيبه كتير يعني متكلمين عليها، ما فيش مشكله. هو الراجل اللي راح الزمالك ده يبقى اضافه في الكارير بتاعه واضافه لينا احنا كوكلاء صحيح. يعني بالعكس طبعا. كلامك من الزمالك؟ هو حصل موقف حلو جدا طبعا، يعني انا حتى لو ما كانش ليا نصيب وبقيت موجود في نادي الزمالك ده شرف ليا طبعا يعني. بعد الماتش اول حاجه بين الشوطين وانا خارج لقيت جمهور الزمالك بينادي لي وبيسقف لي بين الشوطين. كان الماتش فيه عدد اللي هو كده بتاع 150 واحد. المجموعه اللي بتاعته. هو كان ماتش على فكره ممكن تلاقي 1000 واحد وحاجه كمان، لان الماتش ده كان مصيري بالنسبه للزمالك انه عايز 3 نقط. انا عايز اقول لحضرتك ان اللعب بالجمهور ده حاجه ثانيه خالص غير اللي احنا بنلعبه ده اصلا يعني انت لو لعبت السنه دي وفي جمهور كان مستواك يزيد ضعف. طبعا ده في متعه مش طبيعيه. ما انا عارف، انا الله يكون في عونكم والله. الجيل ده خلاص ايام العز. انا بقول لك انا كنت بروح النادي الزمالك التمرين فيه 10000. يعني تخيل ما يكون التمرين 10000، اما بنروح نلاقي 15000. ايه ده يا عم الاستاد فاضي كده ليه؟ دلوقتي اما بتلاقي 1000 في 1000 ده 1000 واحد دخلوا الملعب. احنا لازم الماتش ده يتلغي. عارف بقى اللي هو يعني ان شاء الله الدنيا تتظبط وكل الكلام ده يرجع. دي كانت مفاجاه بالنسبه لي ان انا جمهور الزمالك ينادي لي وانا بلعب في الفرقه اللي هي ضد نادي الزمالك وحيوني. ومفاجاه الاكبر بقى بعد الماتش وانا في الاوضه جوه كان سياده المستشار مرتضى منصور دخل بيسلم. هو دايما بيخش يسلم في كل الماتشات على على الفريق الاخر يعني. فكان موجود انا والمدير الفني وكام واحد من زمايلي كده، فلقيته راح مسلم عليا وقال لي انا عايز اشتريك بس لو جيت تحلق شعرك ده. فقلت له ده شرف ليا طبعا ومبروك لحضرتك على الدوري وكده. ده بس اللي كان ده بس اللي دور. ده غير بقى طبعا ان لقيت فيسبوك وتويتر وانستجرام وكل حاجه جمهور نادي الزمالك طبعا العظيم اتكلم عليا بكلام كبير جدا وحاجات كويسه جدا. فالحمد لله يعني ان شاء الله تكون في الدوري الممتاز السنه الجايه، تكون في انديه شعبيه وتكون انديه كويسه.